انا دماغي تعبان، هتشغلوا دماغكم، الكلام معايا على خربوش. الثبات على المبدأ يا لوشا، بتخطف وتبلطج ومحكوم عليك ب10 سنين سجن وهربان، وطالع في كل فيديوهاتك تقول الثبات على المبدأ. لوشا كان لسه واخد أرباح الفيديوهات بتاعته على فيسبوك وتيك توك وحاططهم تحت المرتبة اللي بينام عليها، وكان لسه بيفكر يشتري محل يفتحه كبدة وسجق. وفي وسط أحلام الثراء دي كلها لوشا كان مكلم واحد ديلر معرفة يعدي علينا ولو حتى يعدل بيها مزاجه، فالباب خبط على لوشا، قام يفتح وهو بيقول اتأخرت كده ليه يا صاحبي؟ وفتح الباب لقى الحكومة في وشه. خدوه راحوا على الاسم. الكل اتفاجئ ان لوشا واقف على رجله ومش خايف، ولما قالوا له انت هربان من حكم 10 سنين ضحك وقال ما يهمنيش، انا اصحابي نجوم دلوقتي وهيجيبوا لي محامي كبير يخرجني منها. لوشا اتصل بمحمد رمضان وقال لهم ده البفة بتاعتي، واستعان بيا في فيلمه الجديد وخد مني شوية لزمات وكلام اشباح، وهيقف جنبي ويطلعني زي الشعرة من العجين. لكن رمضان ما عبروش ولا حتى رد عليه في التليفون. لوشا قال مش مهم. احمد العوضي كان لسه قاعد معايا من يومين بياخد مني شويه جمل لمسلسله الجديد، اتصل بالعوضي وبرضه ما ردش عليه. كل حلفائك خانوك يا لوشا. لوشا بدأ يعرق في عز التلج وعارف انه هيتشيع، يعني هيتشيع. لوشا من منطقه السيده زينب، والناس كانت بتتابعه بسبب طريقه كلامه الغريبه واسلوبه المستفز. فيديوهاته بتجيب ملايين المشاهدات. قصة شعره وطريقة كلامه خلوه قدوة لفئة كبيرة من الأطفال، بيعملوا نفس قصة شعره وبيتكلموا زيه بالظبط. حتى الهدوم اللي بيلبسها بيجيبوا زيها، وده اللي خلى نجوم كبار زي العوضي ومحمد رمضان يلجأوا ليه عشان يعلمهم الشبحنة والصياعة على أصولها. وفعلا العوضي عمل معاه جلسات عمل مكثفة، ولوشا استقبله وسط أصحابه وعزوته ووعدوا إنه يطلعوا معاه في مشهد في المسلسل الجديد. وقصاد ده لوشا اداله لازمات كتير العوضي هيقولها في رمضان الجاي. لوشا من بعد اعلن انه اتعامل مع العوضي فيديوهاته بقت فوق قوي، والريتش عنده ولع نار، وده خلاه يتشهر اكتر واكتر، والناس عماله تتكلم عليه كل شويه وكله بيشير فيديوهاته. لوشا بيظهر في الفيديوهات كلها وكأنه مصلح اجتماعي او باتمان اللي بيجيب حق الغلبان، لكنه دايما بيقدم المحتوى ده